السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه بقى لما المدارس فتحت؟ ويا ترى بتحطوا ايه في اللانش بوكس؟ انا احترت في اللانش بوكس ده. بس النهارده ان شاء الله جايبه لكم فيديو جميل قوي. هنعمل كوكيز براونيز او البراونيز كوكيز. بصوا، نوع كده من الكوكيز كله شوكولاته في شوكولاته. بجد من ساعه ما بقيت بعمله، انا بعمل انواع كوكيز كتيره قوي، بس من اول ما بدات اعمل النوع ده انا وولادي ما بنبطلش ناكله. بجد كل ما يجي على بالنا ان احنا ناكل كوكيز بقوم اعمل لهم النوع ده. وفي نوع تاني من اللي هو الفانيليا برضو هبقى اعمله معاكم. تحفة تحفة الطريقتين دول، بجد بقيت معتمدة عليهم في الكوكيز. وبصراحة هما يستحقوا ان انا اعتمد عليهم. بجد في نص ساعة هتعملي كوكيز، يعني ممكن تصحيهم. تصحي الولاد الساعة 6، تصحي 5:30، تعملي الوصفة وتصحيهم. اول حاجه بقى هنجيب البوله اللي لونها اخضر. انا مرضتش اجيب البوله البيضاء لانها بتعكس الاضاءه مع الرينج لايت، فجبت لكم الخضره. هنحط بقى في البوله نص كوبايه زبده. نص كوبايه زبده يعني 100 جرام، وتكون بدرجه حراره المطبخ. وبديها ضربه كده لوحدها الاول من غير ما اضيف عليها اي حاجه، بفكها بس كده من بعضها الاول. بعد كده بقى بنجيب بقى المج ده اللي هنعاير بيه كل حاجه، اللي هعاير بيه الزبده والسكر وكل حاجه. بصوا هنا انا حطيت كوبايه الا ربع من السكر. ولازم لازم لازم السكر يكون حبيبات وناعمه، لانه هيفضل يقرش معاكي في الكوكيز حتى بعد ما يستوي. حتى لو الحبيبات بتاع السكر بتاعتك كبيره وتخينه ومش هتدوب معاكي، اضربيها في الخلاط. عايري الكوبايه الا ربع واضربيها في مطحنه الخلاط، اطحني السكر وبعدين حطيه على الزبده وافضلي اضربي فيهم كده. تضربي وتنزلي الجوانب، تضربي وتنزلي الجوانب، عشان الجوانب تتضرب كهي كمان، لحد ما تنعم كده وتبقى قوام كريمي زي الكريم شانتيه. بعد كده بجيب بيضايه واحده بس، واحط معاها بقى الفانيليا. عايزه اقول لكم الاكياس الفانيليا دي تقريبا فاضيه، يعني انتوا ممكن تحطوا 3. انا حطيت 2 لان انا هعمله بالشوكولاته طبعا. ف... فالكاكاو بيبقى ما بيبينش زفارة البيض زي اللي بالفانيليا. وهنرجع نضرب تاني الخليط بقى مع البيضة اللي احنا ضفناها والفانيليا. ممكن تحطوا فانيليا سايلة. هجيب بقى البيكنج باودر ومعلقة صغيرة كده اهي، زي مليانة زي ما انتوا شايفينها كده. وهحط كمان مع البيكنج باودر نص معلقة بيكنج صودا. هتروحي عند العطار تقولي له عايزة بيكنج صودا، هيديهالك. انا بجيبها واحطها كده في برطمان، هوريهولكوا دلوقتي. افضيها في برطمان اهو، وبستخدمها للحلويات او اي حاجة بقى. وممكن انضف بيها حاجة في الحوض مثلا على البوتاجاز. بعد كده بقى حطينا البيكنج باودر والبيكنج صودا. هنجيب بقى الدقيق بنفس المج. اي نوع دقيق، الدقيق دوت اللي انا معاكم في الفيديو، او اي نوع يكون جميع الاستخدامات. اي نوع. بعد كده بقى هشيل المضرب عشان مضايقني، واحنا خلاص مش هنحتاجه تاني. نلم بقى الفيشة كده. هنحط بقى الكوباية هننخلها. وهنجيب كمان تلت كوباية دقيق، يعني معيار الدقيق كوباية وتلت. وهوريك التلت دلوقتي. للي مش عارف، التلت يا جماعة اكبر من الربع. الربع هو اللي اصغر. بصوا بصوا بقى هوريكوا. بصوا ده كده تلت كوباية، اللي قبل النص بشوية. واللي تحت شوية كده مكان ما عملت صباعي ده الربع. يبقى احنا هنحط كوباية وتلت دقيق. بعد كده بقى هنيجي نملى بقى الايه الكاكاو، نعاير الكاكاو. هجيب برضو هننخله. هجيب بقى كده، ده مش نسكويك، ده كاكاو خام نوع اسباني. تجيبيه انضف حاجة، عشان ده اللي هيخليلك طعم الكوكيز حلو، كأنك بتاكلي قطعة شوكولاتة في بقك. العلبة هي اللي بتاعت نسكويك يا جماعة، لكن اللي جواها كاكاو. ده كاكاو اسباني. بحط بقى كده نص كوباية كاكاو وانخلها. هنا بقى طبعا في تكتلات كتير، فمش راضية تنزل من المصفى، فجبت ايه المضرب بتاع المضرب الكهربي. جبت الدراع بتاعه وبقيت اقلب، لان الحوض بعيد عني، وعلشان اعديله لازم افصل الرينج لايت. فجبت ده بقى ايه اعمل بيه بسرعة. بعد كده بقى هنقلب كل المكونات دي مع بعض، ومش هنعجن، احنا بس بنقلب. هتقلبي كده كل الخليط ده مع بعضه لغاية ما الدقيق والكاكاو يختفوا ويعملوا عجينة ناعمة كده تنضف الطبق معاكي.
انا هسيب طبعا مضرب دلوقتي لانه وجع لي ايديا، هسيب المعلقه معلش دلوقتي لانها وجعت ايدي، وهكمل عجين بايدي. انا مش هعجن، انا هلم بس العجينه. لو انتوا عايزين تحطوا بقى شوكليت شيبس في المرحله دي وتقلبوها مع العجينه، ممكن تحطي شوكليت شيبس الكميه اللي انت عايزاها، ملهاش كميه. هنا بقى بعد ما اخلص انا بحب احط الشوكليت شيبس في طبق لوحدها، فاستلفت طبق ريس وابني، حطيت فيه الشوكليت شيبس بتاعنا اهو، عشان نحط فيه على الوش، هنحط على وش الكوكيز. وبرضو الشوكليت شيبس تجيبي نوع حلو علشان يديكي برضو طعم حلو. بعد كده بقى هنبتدي ايه، جبت صينيه الخبز وبوريكم كده بعمل بايدي جواها ان انا مش دهناها يعني، هو الكوكيز دهن نفسه مليان زبده. بتعملي بقى حجم الكوكيزايه الكوره اللي انتي عايزاها، كوريه على قد الحجم اللي انتي عايزاه. بعد كده بغطس في الشوكليت شيبس زي ما احنا شايفينه كده، وبثبت بصباعي بس الشوكليت شيبس عليه من فوق، واسيب مسافة بين كل واحدة كوكيز والتانية. بصوا ناعم ازاي اهو. بحط كده في الشوكليت شيبس واضغط عليه ضغطة، واضغط على الشوكليت شيبس من فوق، واسيب مسافة بين كل واحدة والتانية لان حجمه هيكبر لما يدخل الفرن. بعد ما خلصت تقطيع اهو زي ما احنا شايفين، هكون اروح بقى احطه في التلاجة لو ينفع، لو وقتك يسمح تحطيه في التلاجة حطيه، وقتك مش هيسمح خلاص سويه على طول. انا هنا حطيته في التلاجة شوية على بال ما الفرن سخن، ولعت الفرن حوالي 10 دقايق يسخن، كان الكوكيز حطاه في التلاجة. لو ما عندكيش وقت انك تحطيه في التلاجة سويه على طول مش مشكلة، وتحطيه في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180، وتقفلي الفرن كويس وتظبطي التايمر على 12 دقيقة بالظبط. لو حتى ما فيش تايمر اظبطي بالموبايل 12 دقيقة بالظبط، هتيجي تطلعيه من الفرن هتلاقيه طري جدا، وتحس ان هو مية كده عمال يتهز. طلعيه وهو على ترابيزة المطبخ بيبرد، هتلاقيه مسك نفسه وبقى يعني مديكي طبقة ناشفة كده من بره، بس من جوه طري، بيبقى طري كده فيه سن الطريان من جوه، بيبقى تحفة كأنك بتاكلي قطعة شوكولاتة في بقك، ودايب دوبان. لو انتي بقى سبتيه يستوي اكتر من 12 دقيقة وقلتي لا ده لسه مية لسه مستواش لسه طري جدا في الفرن، بعد ما يبرد هينشف خالص منك وهيبقى زي الحجارة. فانتي تسويه 12 دقيقة بالظبط وتطلعيه على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. هنا بقى طبعا انا على بال ما يستوي، على بال ما يعدي ال 12 دقيقة، كان في شوية مواعين كده قلت اخلصهم، ونشفت الرخامة وظبطتها وحطيت المجات على الحامل بتاعها. وبصوا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى الكوكيز طلع اهو من الفرن، بس لسه مولع سخن مولع. بصوا بقى اول ما بيطلع من الفرن بيبقى طري خالص، تحسي كده ان هو مستواش، لكن اول ما بيبرد خلاص بقى بيمسك نفسه، بيعمل طبقة ناشفة من بره وبيبقى طري كده من النص، بيبقى تحفة كأننا بناكل بقطعة شوكولاتة ببقنا. بصوا، بس هو برضو كان لسه سخن، بس انا قلت لازم اوريهولكم. بصوا كل ما يبرد الطبقة بتمسك نفسها ازاي. بصوا بقى من جوه شكله بيبقى طري كده من جوه، بيبقى تحفة. ولا اجدع محل بيبيع كوكيز او حلويات عموما، هتعمليه في البيت وتحطيه في اللانش بوكس، بجد بيعمل سعادة كده، حالة من السعادة، تحفة تحفة تحفة، خطير خطير خطير. يا رب يكون الكوكيز عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.